الطفل وسيم ذا 14 سنة الذي يزعم بأنه تعرض لاعتداء في الولايات المتحدة الأمريكية من طرف مغاربة. والقضية الثانية قضية المؤثرة ندى حسي التي استهزأت بالنشيد الوطني الجزائري. أنا شخصيا أرى بأنها زوبعة في فنجان. تأخرت بهذا الفيديو لأنني كنت أبحث بالمصادر الرسمية أمريكية، سواء السفارة سواء الصحف العالمية الكبرى، لم تذكر هذا الحادث من قريب أو بعيد، بل تحدثت عن أعمال عنف وشغب كانت مثلا بلاهاي بهولندا وكانت بمناطق أخرى، ولكن لم تذكر من قريب أو بعيد هذه القصة التي هدفها الأساس خلق نوع بين الفتنة بين الشعبين الجارين والشقيقين المغربي والجزائري. وإذا كان هذا الحادث فعلا حقيقة وقع، فهو يمثل هؤلاء المشاغبين الذين اعتدوا على الطفل، ولا علاقة للشعب المغربي المثقف النخبوي الذي يؤمن بالتسامح، والجماهير المغربية في العالم الجميع يحبها. أما القضية الثانية المؤثرة ندى حسي فهي تمثل نفسها، وأنا شخصيا أدين أي اعتداء على المقدسات لأي دولة أخرى، ليس الجزائر فقط، الجزائر وأي مقدس لأي دولة ندين الاعتداء عليه، سواء النشيد وطني، سواء العلم الوطني، سواء المقدسات ورموز السيادة. وبالتالي لا تتركوا بعض المؤثرين وبعض وسائل الإعلام التي تريد وهدفها الأساس هو رفع المشاهدات وخلق ترندات وأخذ ملايين من اللايكات على حساب قضايا تهم ديننا الإسلام وهو دين التسامح، وقضايا حضارية كالحضارة المغربية التي تضرب في جذور التاريخ. وبالتالي أنا كمغربي موقفي أدين أي اعتداء ليس على جزائري أو أي قاصر وطفل في العالم، وأدين كذلك الاعتداء على المقدسات ورموز السيادة لأي دولة أخرى. والعقلاء والحكماء يجب أن يكون لهم صوت ويظهروا في الشاشات، ولا يتركوا المجال لبعض المؤثرين الذي ليس لهم مستوى علمي أو ثقافي، بل يبحثون على تحقيق